بعيدا بقى عن لجنه الاستئناف والقرار، انا اللي غيظني بس وهيجنني ان في اهلاويه فرحانين جدا بالقرار، يعني فرحانين ان هم ما اتخصمش منهم 3 نقاط، ما طبقش عليهم اللوائح والقوانين، يعني هو فرحان ان هو فوق اللوائح والقوانين. ويجي في الاخر واحد اهلاوي يقول لك اصل انا ماليش منافس في مصر، انا 44 دوري وانت كام دوري والكلام ده كله. فطبيعي انت المفروض، انت ال 13 دوري اللي خدهم الزمالك منك ده مصيبه في حقك وحياة ربنا. يعني بكل امكانياتك وقدراتك دي، وان انت فوق القانون وما بيطبقش عليك لوائح ولا قوانين ولا الكلام ده كله، وبناخد منك 13 دوري، دي معجزه بالنسبه لنادي الزمالك. ما تجيش تكلمني في منافسه بقى، ما تجيش تكلمني ان انت الاوحد في الدوري المصري. ما ده طبيعي تكون انت الاوحد في الدوري المصري، انت لا بيطبق عليك قوانين ولا لوائح، فبالتالي انت لازم تبقى الاوحد. انت المفروض اصلا ال 60 دوري اللي اتعملوا دول المفروض انت واخدهم كلهم. و... لكن انت عشان تعرف بس حجم الفساد الكروي، يعني حجم الفساد اللي احنا فيه، يعني حجم الفساد اللي في ملف الكوره، عشان تعرف انت قد ايه، بس انت قد ايه في فساد عندك، ان انت لوائح وقوانين المفروض بتطبق عليك مفيش، انسى. فما تكلمنيش بقى في منافسه، ما تكلمنيش ان انت بطل الدوري 44 سنه، ما تكلمنيش في الكلام ده كله. كلمني ان انا احمد ربنا وابوس ايدي وشي وضهر ان انا باخد المركز الثاني والثالث، يعني ده حاجه كويسه في ظل انت بتشتري حكام وبتشتري لجنه تظلمات وبتشتري كل حاجه انت بتعرف تاخدها. ملف الكوره يعني انا اتمنى وحياه ربنا اتمنى يلغوا الكوره في مصر. مفيش حاجه اسمها كوره، نوفر الملايين اللي بتدفع دي، شويه لعيبه ما لهمش اي لازمه، محدش اصلا بيعرف يلعب والله، ونعمل دوري كل سنه نديه للاهلي، ونلغي الدوري خالص اصلا، يعني ما نعملش دوري تاني مثلا، يعني ما نعملش 2 دوري، واحد نديه للاهلي واحد للفرق المنافسه التانيه. لا احنا نلغي الكوره خالص في مصر. والله يعني القرار اللي طلع، يعني انت عشان تنقذ دوري، عشان تنقذ موسم واحد، انت فضحت السنين اللي فاتت دي كلها، فضحت كل تاريخك عشان خاطر دوري واحد. خدوه، مبروك عليكم، البسوه بقى. سلام.